في حلقة النهاردة هنتعلم حاجة في اللغة الإنجليزية وتحديدا مهارة النطق، حاجة اسمها Reduced Forms. ودي بمنتهى البساطة كلمات في اللغة الإنجليزية لما بتيجي تنطقها بشكل أسرع شكلها ونطقها بيتغير. ما تيجي نعرف مع بعض أشهرهم النهاردة. أول حالتين أو كلمتين معانا النهاردة هما have to و has to، ومعناهم يجب أو لابد. اغلبنا عارف كده لما اقول لك مثلا I have to sleep early، انا لازم انام بدري لان انا مثلا عندي جامعه الصبح او عندي وهكذا. و has to طبعا بتيجي مع he و she و it، يعني he has to sleep early. طيب ايه علاقه ده بالنطق؟ انك ممكن تنطقهم بسرعه. have to بتبقى have to و has to بتبقى has to، فبدل ما تقول I have to sleep early ممكن تقول I have to. I have to sleep early. I have to go. I have to eat. He has to. He has to play. He has to leave. He has to stay home. وعندك واحد هاسته وهفته لما تبقى مستعجل وانت بتتكلم. وتاني كلمة معانا واللي ليها نطق برضه مستعجل او نطق سريع وهي كلمة trying to. trying معناها يحاول، بتجيب كلمة try وتحط عليها ing. لما بتيجي بقى تنطقها بسرعة بتقول trying. يعني بدل ما تقول مثلا انا بحاول اتعلم English I'm trying to learn English ممكن تقول I'm trying to learn English. I'm trying to learn English. اوكي، هيا بنا الى النقطة القادمة. عندك كمان واشهرهم واحلاهم ولو بتتفرج على افلام هتسمعها كتير يا جدع صدقني، كلمة a lot of، الكثير من. لما بتنطقها بسرعة في الانجليش بتقول a lot of. فبدل ما تقول انا عندي اصحاب كتير I have a lot of friends ممكن تقول I have a lot of friends، انا عندي اصحاب كتير. كنتوا فين لما اتدربت اول امبارح؟ واحد يقول لي طب التي هنا دي انت بتنطقها ازاي كده يا جدع؟ ايه يا جدع ده؟ التي هنا بتتنطق دي خفيفه، بدل ما نقول a lot of بننطقها امريكان اكسنت نقولها ده a lot يعني دي بس خفيفه. وعندك كمان front of. اوكي، front of بتتنطق بسرعه فرانا. يعني مثلا in front of يعني امام. لما اقول لك مثلا المطعم امام الباص ستيشن فاقول لك مثلا the restaurant is in front of the bus station، بس ده لو هتتكلم بسرعه قوي، لكن بسرعه براحه قصدي لو بسرعه تقول the restaurant is in front of the bus station. The restaurant is in front of the bus station. اوكي كده بالظبط يعني فرانا. واخيرا ودي بقى هنعمل عليها حلقه هي ain't. الكلمه السحريه من 4 حروف دي اختصار لكذا حاجه في الانجليش. النهارده هنركز بس على انها اختصار ل am not و is not و are not اللي هي to be، لكن هي ممكن تستخدم مع حاجات كتير. يعني بدل ما اقول مثلا انا مش مبسوط بدل ما اقول I am not happy هقول I ain't happy. ممكن تختصر التي كمان I ain't happy. بدل ما اقول he isn't happy هقول he ain't happy. بدل ما اقول لك you aren't happy هقول لك you ain't happy. يعني انا ممكن استخدمها مع اي ضمير. بسم الله ما شاء الله، يعني بالصلاه على النبي حاجه جامده جدا. انت دي جايه معاك في اي حاجه. مثلا استخدمها بقى بعد اي صفه او بعد كمان مش to be بتيجي بعدها حروف محطوط عليها اي ان جي اللي هو المضارع المستمر. جميل جدا. فلازم تقول مثلا ايه انا ما باكلش بدل ما اقول لك I'm not eating هقول لك I ain't eating. انا ما بلعبش او هو ما بيلعبش بدل ما اقول لك he isn't playing هقول لك he ain't playing. لو الفيديو عجبك شير ولايك ويخليني اشوفكم على خير.